نزلوا علينا ضربه واخد بالك اكتر من 20 واخد بالك، يعني قنبله في اقل من 10 دقائق. انت فاهم؟ ضرب 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 لدرجه ان في ناس كانت بتقع ينزلوا. كان الساعه في حدود داخله من 8 كده. انت فاهم؟ ضرب 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 واخد بالك، واللي يقع واخد بالك يجيبوه. كان داخل معاهم اخوان لابسين ملكي. شفت الاخوان هم مع العساكر الامن المركزي بتاعنا. شفناهم لابسين ملكي واخد بالك، وداخلين علينا الله اكبر الله اكبر الله اكبر واخد بالك، وايه هم يضربوا بالطوب وده بس شغال بايه. في شباب اتمسكت منهم كتير وكده. شباب مننا احنا من الشباب المتظاهرين ماتت اتسحلوا تحت العربيه ثلاثه اثنين واخد بالك شدناهم، والثاني واخد بالك فضلوا ياخدوه تحت العربيه لحد ما دخلوا بيه فين؟ جوه يسحلوا فيه تحت الايه؟ العربيه. طب احكي لنا ازاي استوليتوا على المدرعه؟ طبعا هم جريوا واخد بالك، جريوا واخد بالك، قمنا راكبينها وقمنا واخدينها وقمنا جايين بيها على هنا ولا على بس، ودخلوا جوه. يعني هم العساكر لما العربيه وقفت او انتوا استوليتوا عليها سابوا العربيه ومشوا؟ جريوا اللي هو الرتبه اللي هو اللي معاهم، بس ظبطناه يعني الرتبه بصراحه يعني. طب احكي لنا بقى ازاي جبتوا المدرعه لحد هنا؟ احتفلتوا بيها في ميدان التحرير؟ دخلنا بيها طبعا لما لقوا الشباب فوق عرفوا ان احنا اللي واخدينها. الشباب كلها طلعت فوق من فوق العربيه من فوق. انت فاهم؟ وانت اللي سوقتها؟ انت اللي سوقتها؟ تاني واخد بالك، وعرفناهم ان هم ما لهمش لازمه وان الشعب اقوى منهم. كسروا قله ادبهم لان هم لو رجاله لان هم اساسا كانت شتيمه وقله ادب واخد بالك، و20 قنبله يضربوا في اقل من 10 دقايق، ده قله ادب. شفت شباب من متظاهرين كتير بيتزحلوا من الشرطه وكده؟ قسما بالله كانوا بيموتوا تحت العربيه، والعربيه خدت واحد ما شفناهوش تاني من تحت، من عماله تفرم فيه وهو ماشي. بس انت ما قلتناش برضه شعورك ايه لما سوقت المدرعه دي؟ حسيت بايه؟ حسيت ان انت كنت بتحارب مثلا وجبت اسير؟ ارتحت ان هم بيموتوا ولاد بلدهم واحنا بناخد حق بيقولوا اخواتنا. طب ايه اللي انت لقيته في العربيه؟ ممكن تفر لنا اللي انت لقيته في العربيه؟ عادي قنابل سمنه، يطلب على قنابل سمنه. ممكن ترفعها فوق الصفقه. ده غاز اللي بيسبب التشنج العصبي عند الانسان. ده النوع الجديد ده الامريكي، ده بيسبب تشنج عصبي عند الانسان، بيفقد الجهاز العصبي قدرته على ان هو يشتغل. ده بيعمل عمليه تسمم عند الانسان. عشان كده كل المتظاهرين دلوقتي صور كده لسه ما اتضربتش، لسه الكبسوله سليمه. الكبسول سليم لسه. لقيتوا كام واحده من العربيه؟ كتير. شنطه مليانه. رسالة عايز توجهها للشرطة، عايز تقول لهم ايه؟ يلموا نفسهم. اقفوا جنب الناس واخد بالك، مرسي والاخوان مش هينفعوهم. عشان دول اهلكم. ده اخويا، انت اخويا وابن عمي وابن خالتي وابوه وامه. اللي هو الاخوان دول العشيره، ودول اساسا يهود كفره. دول كفره. الشرطة اتعلمت الدرس من سنتين ولا لسه ما اتعلمتش الدرس؟ لا ما اتعلمتش الدرس، اتعلمته ما كانتش عملت كده النهارده. ما كانتش عملت كده النهارده؟ لسه قدامهم فرصه ان هم يتحدوا مع الشعب ولا لا؟ لا هم هيفوق لما يحسوا اللي هم واخد بالك خلاص، بعد ما نحسوا ان الاخوان اساسا اختفوا. واخواتنا اللي في السويس دول وفي اسماعيليه ما هم يعني دول كفره بيموتوا، وحد يضرب حد وهو ماشي في جنازه ماشيه يضربوا عليها قنابل مسيله وضرب طالع حي. موت ناس ثانيه. اكبر هو اللي بيصلي. محمد مرسي مش المفروض يبقى عارف يا اخي. ده بيقول لك انت بتقول ايه المنافق ثلاث، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، واذا خصم فجر. انت فاهم؟ انت حدثت قلت 100 يوم انا اظبط البلد، قلت 100 يوم هنظبط البلد، كدبته. خصم فجر واخد بالك، خصمنا قام جاي عم مقسم الشعب وخلى الشعب ياكل في بعض. عايز اقول لك ان وزاره الداخليه طلعت بيان بتقول ان عقيد كان رايح يتناقش مع المتظاهرين بعربيه المدرعه عشان يتكلم معاهم عشان يعملوا زي هدنه والكلام ده. ما قالوش الحقيقه ان انتوا ما يقول له طب والثاني؟ رايك ايه في اللي طب والثاني؟ انت مقتنع ان في عقيد راح يتناقش بعربيه مدرعه؟ انا عايز اعرف رايك ايه. طب واللي هو اللي موتوه يعني ده التناقش واخد بالك ولا هو ده اللي اتقال؟ ده بيان رسمي من وزاره الداخليه. كذابين. انا عايز اعرف رايك في اللي انا اعرفه من صغري حاجه واحده اتعلمتها، اللي هو الظابط لو جاب لك شغل مصحف وحلف عليك ازاي؟ لو في ناس بقى ماتت يروحوا يحللوا الناس اللي والمتظاهرين دلوقتي بيحتفلوا بالعربيه اسير الشرطه. انا اسميها اسير الشرطه. فرحانين طبعا، فرحانين. ده بيدي دافع للمتظاهرين ان هم يكملوا؟ طبعا. حتى ايه؟ حتى واخد بالك صوت الاخوان والمرشد، لان اساسا ده اساسا مش رئيس، ده اساسا واخد بالك يعني معلش استبن زي ما كانوا بيقولوا عليه. بس يا عم تمام.